هاي everyone، ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا في فيديو جديد. النهارده معايا مريم غالي، واحده من اشطر الناس في الانتربرينورشيب. فتحت الشركه بتاعتها بيس اي دي، ومرت باكسبيرينس طويله قوي فيها ابس اند داونز كتير، فجبناها تتكلم عن القصه بنفسها. ايه الاخبار يا مريم؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ كله تمام. النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل بيرسونال براندنج لنفسك، هو يعني ايه بيرسونال براندنج اصلا، وازاي تلاقي الحاجه اللي انت بتحبها واللي هتكمل فيها بقيه حياتك، واللي هي ممكن ما تكونش دي اللي هتكمل فيها حياتك والحاجه اللي انت حاببها. ده مين اللي هنتكلم فيه. بس في الاول انا عرفت ان مريم سابت الكليه بعد 3 سنين ودخلت كليه مختلفه، فاحكي لي الستوري. طيب تعالى اخدك كده من 6 سنين فاتوا. دخلت جامعه. كنت ماشيه ورا الترند بتاع خشي مش عارف ايه عشان صحابك دخلوا ايه. ده دكتور، ده مهندس، ده كذا. انا مثلا كنت بحب الارتس جدا، فلو انا كنت دخلت ارتس كان بيتقال لي هو انت هتطلعي ايه في الاخر؟ رسامه يعني، هتعملي ديزاينز مش عارف ايه. فكانت الفكره بتاعتي كلها ان انا بمشي ورا اصوات الناس. فدخلت الجامعه، دخلت ألسن دويتش وتفوقت فيها. ليه مش ارتس؟ ليه مش ارتس؟ لانه برضو مشيت ورا الناس قوي، انه ألسن هلاقي منها شغل، هلاقي منها مستقبل. هو مستقبل. تايتل، يعني للاسف الناس كلها بتركز على التايتل اكتر ما بتركز على هو شاطر ولا لا. فمشيت ورا التايتل وسبت ارتس، لانه هتعملي ايه؟ هتلاقي رسامه. ودخلت ألسن ونجحت. وعايزه اقول لك في ال3 سنين كان الجي بي اي بتاعي عالي جدا، وكنت كويسه، وكنت من اشطر الناس. حتى الاسبريشن اللي هو الكلام، كنت بعرف اتكلم حلو قوي، والاكسنت بتاعتي كانت حلوه جدا. بس انا جيت بقى على اخر سنه لقيت انه ماذا بعد؟ انا هعمل ايه في مستقبلي؟ هشتغل في مكتب. في الوقت ده انت شايفه بقى الشغلانه اللي هتشتغليها انت تفضلي قاعده في مكتب تترجمي، ودي حاجه انت مش عمري حاباها. هيروح. يعني مش فكره حتى ان انا هترجم، بس انا بعمل حاجه مش حباها. انا شاطره فيها بس مش حباها. كان جريدز عاليه. Ich spreche Deutsch sehr gut. انا بعرف اتكلم كويس جدا. كويسه وشاطره، بس عمري ما هعرف اعمل حاجه بحب. ولما انا مش هعملها بحب عمري هيروح. يعني هفضل نفسي هتتهلك كتير قوي في مقابل ولا شيء. فسبت الجامعه على سنه التخرج، ودي بقى التريني بوينت احنا هنتكلم فيها. Is it too late؟ يعني هل الكوكب هينتهي لو انا قفلت الصفحه اللي انا بكتب فيها وبدات في صفحه جديده؟ اجابته كانت لا. انا خلصت 3 سنين، يعني انا مريت بشوط طويل قوي. ده حقيقي. طب ما اكمل السنه الاخيره؟ لو كنت كملت السنه الاخيره كنت هاجي هقعد في بيتنا هقول ما انا معايا شهاده غلط. لكن لو انا كملت، هما زي ما بيقولوها، لو انت ركبت قطر غلط وفضلت مكمل لحد الاخر هتوصل مكان غلط وعمرك ما هتعرف ترجع. فلا، خلينا نوقف كده. احنا ادركنا ان السكه غلط، تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. احنا ما ندمناش على السنين، لا خلينا حتى لو ما اهدرنا 3 سنين اتس اوكي. خلينا نشوف بقى ايه الصح اللي المفروض يتعمل دلوقتي. هي الحته دي انا عايزه اقول حاجه مهمه فيها. عشان انجح عمري مش محتاجه ان انا اندم. يعني عمري ما هقول انا ندمان. هندم لو انا قررت الغلط 3 مرات، مش مرتين، 3 مرات. اول مره انا غلطت فبتعلم، تاني مره انا لسه الدرس جديد فعادي ان انا اقع، لكن تالت مره هبقى غبي. فدي اللقطه اللي انا ممكن اندم فيها. لكن ان انا اشتغل على نفسي وتعلمت درس فعادي. ايه اللي هيحصل للدنيا؟ ايه اللي هيحصل لي اصلا لو انا قفلت وبدات من البدء من الاول تاني؟ ما عجبنيش الطريق هقفل وابدا تاني. مفيش حاجه هتتاخر. طب الناس هتقول عليا ايه؟ دي بقى اول غلطه الناس تقع فيها. الناس هتقول عليا ايه؟ هو اكشلي انا محتاج انا اللي اقول على نفسي، لان اللي انا هقوله على نفسي هيخلي الناس تقولوا عليا. فانا مثلا لو شايفه نفسي ان انا متاخره، فاجي اقول لك يا ديفيد انت عارف ان انا متاخره جدا وسني كبير على دفعتي. ده طريق، وفي طريق تاني. تعرف بقى ان انا اخترت نفسي وخليت نفسي ناجحه في مجال تاني وعملت حاجه بحبها وبالعكس متميزه. دول 2 ways. الواي الاولاني بيخليك تنزل من صوره نفسك لنفسك وللاخر، لكن التاني لما انا هشكر في نفسي انت على طول هتنبهر. انا واثق اصلا ان الخطوه اللي انا عملتها دي صح، فانا شايف ان اللي انا عملته صح. فانا هخلي اللي حواليا شايفين نفس الكلام. هم مهما كان الكلام اللي بيقولوه، انا عارف اللي انا عملته هو ان انا قد ايه مقتنع بيه. لان انت لو رجعت هتلاقي نفسك ان انت بتقع بسبب كلام الناس. عمرك ما هتنجح بسبب كلام الناس، هتقع بسبب كلام الناس. هخش لك بقى في ثالث حته، ودي كانت الحته الكريتيكال ما بين ان انا بسيب جامعه، بسيب كليه. انا هسيب الجامعه والكليه كلها كمكان، بان انا هختار حاجه جديده. فانا ازاي هعرف انا بحب ايه؟ طب انا دايما بحس الشباب بيروحوا لناحيه انا عارف ان المجال ده بيجيب فلوس انا هروحه. ماشي. فانا هدخل حاسبات هبقى مبرمج، بس مش بفكر اصلا انا بحبه ولا لا.
ده هيخليك تيجي تكمل، هتعمل زي اللي انا عملته بقى بس بطريقه تانية، انه انا عايزه اشتغل في حاجه بتجيب فلوس وهجيب فلوس، بس في كام واحد اشطر مني. طب هم اشطر مني ليه بقى؟ انا ما بحبش عاده المقارنه، بس انا بحب اسال نفسي هو ليه الشخص ده اشطر مني؟ اشطر مني لان هو حابب الحاجه اللي بيعملها، مختار الحاجه اللي هو بيعملها، عايز يبقى فيه عنده استمراريه فبيكمل فيها لحد الاخر. لكن انا داخل عشان الفلوس، اللي بيخش عشان عاده الفلوس بيقعد حبه بس في الاخر بيقع. وعاده في ايه عندنا كده بتقول المال اصل كل الشرور. انت عشان تنجح هتشتغل على نفسك، هتجيب فلوس، لكن هتجيب فلوس عمرك ما هتعرف تفضل ناجح. لو احنا سالنا ازاي هعرف الحته اللي انا بحبها، الحفرقه، جرب خد كورسز، جرب انزل اشر. يعني الاشرز اللي بينزلوا في الايفنتس، في ايفنتس كتيره قوي بتبقى عن رياده الاعمال، ففي منهم مثلا بينزل ناحيه الماركتنج، في ننزل بي ار، في اللي بينزل بس اورجنايزنج. قولوا في حاجات انا ما بعرفش اجربها. زي ايه؟ يعني مثلا انا مش هعرف اجرب، مش هعرف ابقى دكتور. أوكي. الجوبس اللي صعبه تتجرب دي هحكم حلو. عليها ازاي؟ هقول لك انا بقى، دي هحكم عليها بعلاقتي بزمان ودلوقتي. تعالى انا اكلمك عليا انا كشخص زمان. لو انا كنت كملت في ألسن دويتش انا كنت هبقى موظفه، مع ان انا شخصيتي قياديه. طيب انا للاسف اتحبست في سيركل كده او بوردرز كده، انه انت شغاله بواحد اتنين تلاته برولز معينه. لما انا طلعت بره الحته دي اكتشفت نفسي بالسكيلز اللي عندي. مش لازم اعرف اذا كنت انا هعرف اكون مدير ولا لا بالتايتل، على قد ما اعرف هل انا عندي السكيلز اللي تناسب التايتل ده ولا لا. فمثلا انا كمريم ما كنتش اتخيل ان انا اقدر اكون صاحبه شركه. انا شاطره جدا ان انا ادي كورس، لكن هل انا كان يجي في بالي ان انا هبقى سي او؟ دي حاجه انا عمري ما هحفرك فيها، يعني عمري ما هقول يلا بينا نشتغل، هشتغل سي او. انا ممكن اسال حد وافهم شويه هو بيشتغل ايه، احس بانجذاب كده، لا انا الموضوع ده مستهويني، انا هجربه، ممكن ابقى شاطر فيه. هقول لك على حاجه غير الانجازات، يعني ما فيش حد كبير على ان هو يتعلم او يسال على نصيحه. في مره كنت في توك مع احمد طارق خليل، كان بيتكلم ان هو كل مره مع الجيل الجديد اللي بيشتغل معاه هو بيستفاد دروس جديده وبيفهم منهم استراتيجي جديده. عشان كده احمد طارق خليل هو بيحب ينفست. هو ماشي شاطر كليدر، هو ماشي شاطر كبزنس ديفلوبر، شاطر في كذا حاجه، بس هو شاطر في الانفستنج. ممكن يشتغل في اي حاجه من دول وستيل هيتميز، بس هو عارف لعبته ايه وهي الانفستنج. هو لو دخل بايده في الحاجه ممكن ما ينجحش، فانا هدي عيش فبيديها لخبازه. لاصحاب، بالظبط كده، بيديها لاصحابها. كتر ما انت بتحفرك انت بتتخبط، وبتعرف انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، بتتعامل وبتحصل سيتويشنز ومواقف بتعلمك عن نفسك وعن غيرك وعن الحاجات اللي انت بتعرف تعملها كويس قوي، وشخصيتك بتتطور. فرحت كلية تانية ايوه، which is الجامعه المصريه الصينيه، ودخلت ماركتنج. بزنس جوه ماركتنج، ماركتنج جوه بزنس. بزنس جوه ماركتنج. فهل كان القرار الصح بعد كذا سنة من القرار ده؟ جدا. اوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا مثلا ما بعرفش اقعد دايما على مكتب، انا عندي افكار كرييتيف، انا بحب الرسم. فاكره لما قلت لك في الاول انا بحب الرسم؟ فانا عرفت ادخل ان انا شخص توكتيف، ان انا شخص عندي حته ليدرشيب سكيلز، وفي نفس الوقت بحب الرسم، بحب الحته الكرييتيف دي شويه. ايه اللي ممكن يجمع لي ما بين الاثنين؟ ماركتنج. احنا عندنا كونتنت كريشن، عندنا حاجات كتير قوي مش محتاجه اليستم، بس اقل حاجه مثلا الاشخاص اللي بيرسموا اللوجوز. انا ممكن ما كنت قادره من الاول اعرف ان دي حتتي، بس عرفت انا بحب الرسم واقدر ان انا اتكلم معاك واقنعك باللوجو وابقى معاك وافهمك كمان، اللي هي انكودنج والديكودنج، انت دخلت لي حاجه وانا ترجمتها ازاي، وفي الاخر طلعت لك اوتكم حلو وانا مبسوطه وانت مبسوط. كان القرار الصح. دي حقيقه. وجمع ما بين ارتس والحفرقه وكل حاجه. بس ما جاتش بالسهل، دي جت بعد ان انا نزلت كتير جدا عشان استكشف هي مريم بتحب ايه. يعني مش كل الناس في بيزنس عاشوا نفس التجربه خالص، يعني ومش كل الناس بيزنس متميزه تماما، مع ان الناس بتقول ان بيزنس كليه مثلا ملهاش مستقبل. ودي مقوله اوكي همشيها معاك لحد الاخر، بس هقول لك ليه ملهاش مستقبل. بتوع بيزنس يشتغلوا اي حاجه، يعرف يشتغل مانجر، يعرف يشتغل في ماركتنج، يعرف يشتغل كاتش ار، يعرف يشتغل معظم الحاجات اللي اي شركه محتاجاها. لكن مثلا هل دكتور هيعرف يقوم بشغل بيزنس؟ لا طبعا. لا، عمره ما يعرف تديله بقى كده شيت فيه ارقام ويجي يتكلم معاك ورايح راجع واي حاجه. لا، هو بيقول لك كلم الفاينانشال مانجر بتاعي في العمليه وهيقول لك التكلفه هتبقى كام، او ارجع للمستشفى. هي عشان كلية ده حلوة. الفرق اللي حصل عشان انت دخلتيها وانت حباها. بالظبط كده. يعني عادي لو كانت في حد دخلها وهو مش حاببها وخد كل ده، هو مش هينجح.
فهو ده التريجر اللي حصل اللي خلى التجربه بتاعت الكليه الثانيه مختلفه تماما عن الاولى. حبيتها، لما حبيتها بصيت على مميزاتها مش عيوبها، عيوبها اتعلمت منها ازاي هتميز بسببها. بس انا ببص للبيرسون براندنج، وده اللي خلاني انا كشخص نجحت في وقت قليل. انا دوست على نفسي كتير وما كنتش بهدى وكنت بشتغل وبدوس في كل حاجه، بس في وقت قليل نجحت. ليه؟ البيرسونال براندنج الشخص شايفني ازاي. حاسس دي اهم حاجه في الدنيا، عشان من غيرها كل اللي انت عملته راح في الارض. دي حقيقة. يعني انت لو دلوقتي في الكليه اللي انت بتحبها او دخلت كليه وحبيتها اتس اوكي، الخطوه اللي جايه دي لو ما عملتهاش كل ده ملوش اي لازمه. which is هيبقى عندنا تقريبا 5 ستيبس بنمشي عليهم، هم مش رول بس ده من الاكسبيرينس بتاعتي. رقم 1 واهمهم وهي الحفرقه. انا مش هقعد على كنبه بيتي واقول انا خدت كورس واحد اونلاين وعايزه اكون مانجر بعد 4 سنين. دي حاجه قويه جدا. انا لازم احفرك. طب ايه الفرق ما بين الحفرقه وان انا هجري ورا الكورسز؟ هجري ورا الكورسز ان انا هابلاي، هبعت على الجيميل، هبعت على الجيميل، هتكلم مع ناس، هجيب كونكشنز وهقعد. لكن الحفرقه لا، عادي انا هبعت للبيج مره، هبعت لهم على الايميل، هدور بدل البلاتفورم 10، هعمل لنفسي اكونت لينكدين. من الحاجات اللي الناس كلها مش فاهمه قد ايه هي مهمه هو لينكدين. فدون بي شاي ان انت تفلكس نجاحك. اتس فاين، حقك ما دام انت اشتغلت على نفسك كتير جدا ان انا اقول انا اشتغلت ودوست على نفسي ومشيت طريق ونجحت. ايه المشكله؟ طالما عملت حاجه انشرها، وانت تستحق انك تنشرها. يعني اي حاجه انت عملتها ما تقللش منها، ببلش خلي الناس تشوف اي انجاز صغير. جبت درجه حلوه، جبت جريد عالي، جبت عملت دخلت كورس، خدت شهاده، نزلها. كل حاجه. لو مش شايف له عائد دلوقتي، انت شايف دلوقتي اللايكس جايه من صحابك، بس بعدين لا، هو مهم جدا جدا لما الناس ترجع كده تشوف انت عملت ايه طول فتره الجامعه. اقول لك بقى كمان نقطه مهمه من الحته دي، هي السيلف فاليديشن. كده الناس هتفضل تبص علينا. كل الناس بتبص على كل الناس، انا ببص على غيري، ديفيد بيبص على الناس كلها، الناس كلها بتبص عليا. بس انا امتى مش هتاثر بكلام الناس؟ لما يبقى عندي حاجه اسمها سيلف فاليديشن، انا مقدر نفسي ازاي. كل الناس هتيجي عادي تسقف لي لما بنجح، بس عمر ما حد فيهم عرف انا تعبت قد ايه. ولما هم بيشوفوا تعبنا، عادي يا باشا ما احنا كلنا نزلنا اشر، عادي يا باشا ما احنا كلنا خدنا كورسز، بس مش لازم الاكسبيرينس بتاعتك تكون الاكسبيرينس بتاعتي. كل واحده ليها الويت، كل واحده ليها التقل بتاعها. فلما يبقى انا عندي تقدير لنفسي، تقدير للاكسبيرينس، بحب نفسي اكتر من ان انا بحب اسمع للناس، ده اللي هيخليني انجح. انا حاسس ان لو انت عملت انجاز صغير، الصغير كمان تمام، الصغير كمان بتكون صوره. انت واحد قاعد تعمل انجازات كل يوم، فالناس هتشوفك بطريقه ثانيه. وكل حاجه منفذه على كل حاجه. يعني مثلا مفيش مستشفى من غير ماركتير، مفيش بنك من غير عامل نظافه. فانا لو انا مهتمه قوي وبحب اللي انا بشتغل فيه، هفهم الجايد لاينز او هفهم التايتلز اللي حواليا علشان برضو ما اقعش. لان انا لو فضلت واقف وقلت اوكي انا وصلت فور ذا بيك، هقع. الكومباريزن حلوه جدا ان انا اسست الواي بتاعي اللي انا همشي فيه، وان اوكي انا اتاخرت او ما اتاخرتش، لكن ده ما يعطلنيش. ان انا ما افضلش ابص ده ديفيد عمل كذا انا كمان محتاج اعمل كذا، هقع. اللي مفرق ديفيد عن مريم ان ديفيد مكمل، مريم بتقارن نفسها بديفيد. فما تقارنش نفسك بحد. الاوفر كومباريزن او الكومبيرنج الوت دايما بيوديني للفيلير. دايما عمر ما كان الكومباريزن الاكسسيف حاجه بوزيتيف. كومباريزن بوزيتيف في حاله واحده بس، ان انا اسات الواي بتاعي او اسات الليميتس بتاعتي او اسات الستبس اللي انا هتعلم بيه او بص مره واحده وكمل جري. شكرا. ما تفضلش كل شويه. امشي كتير، امشي حبه حلوين وتاكد اذا كان الاسد ورايا ولا لا، وبعد كده تجري تاني. بس مش كل دقيقتين ولا كل 2 كيلو هبص ورايا. موضوع بسيط، كبرين الموضوع ليه؟ نص ساعه مش اكتر. هي لو عايزين نلخص كل اللي قلنا له وقلناه في بوليت بوينتس، اول حاجه اتس نيفر تو ليت. طالما اكتشفت انك في المكان الغلط اتحرك. تاني حاجه لما تدخل في المجال حبه وقدم وحفرك وتنطط في كل حته. تالت حاجه اي انجاز صغير تعمله افتخر بيه، نزله، انشره، خلي الناس كلها تعرف انك عملت ده، علشان بعدين هتكون البيرسونال براندنج بتاعتك. دي حقيقة. بس كده ثانك يو. باي باي.